كيف تناولت وسائل الإعلام بكك لقاء الزعيم بارزاني ومظلوم عبدي بعد الزيارة التي أجراها ممثل الزعيم الكردي مسعود بارزاني لروجافا كردستان ولقائه بمظلوم عبدي والمجلس الوطني الكردي في سوريا كلا على حدة؟ وبمبادرة من الرئيس بارزاني تهيأت أرضية ملائمة لتحقيق الوحدة الوطنية الكردية. بعدها اضطر مظلوم عبدي لاتخاذ خطوات أولاها زيارة العاصمة أربيل، حيث عقد الرئيس بارزاني ومظلوم عبدي اجتماعا هاما في عاصمة إقليم كردستان أربيل، وأكدا على ضرورة وحدة الصف الكردي. اللقاء التاريخي تصدر المشهد الإعلامي الدولي والإقليمي والمحلي، كما سلط عموم الكرد الأضواء على مجرى اللقاء على وسائل التواصل الاجتماعي، واستقبلوه بحفاوة وحماس منعدم النظير. في المقابل انزعجت وسائل الإعلام دول الاحتلال والمناوئين وأعداء الكرد وخصومهم بهذا اللقاء التاريخي، واستاءت إلى حد كبير. والمثير للاهتمام وسط هذه المواقف المتباينة هو موقف وسائل الإعلام بكك الفاتر، والذي لم يولي أي اهتمام يذكر بهذا اللقاء التاريخي، اللقاء الذي جمع بين زعيم الكرد ومرجعه مسعود بارزاني ومظلوم عبدي، الذي وصل إلى العاصمة أربيل على متن طائرة أمريكية، إشارة واضحة إلى أن الكرد في خضم الصراع والفوضى في الشرق الأوسط وسط رحلة بحث مضنية عن وحدة وطنية طالما كانت حلما كرديا. وصف اللقاء من قبل أعداء الكرد وخصومهم كاليساريين الأتراك والعنصريين الفاشيين المحتلين بأنه لقاء عادي لا يحمل أي دلالة ومعان، في محاولة للتقليل من أهميته ومكانته. لكن المثير للاهتمام هو أن بكك أبدى موقفا مماثلا تجاه اللقاء. كتبت وكالة أنباء روج التابعة لبكك والتي تصدر في سليمانية كعنوان: القائد العام لقصة مظلوم عبدي في أربيل. وقالت في فحوى الخبر: قدم عبدي لإجراء محادثات مع بعض الأحزاب والأطراف الكردية دون ذكر اسم الرئيس بارزاني. وفي الوقت نفسه قالت في نفس الخبر إن الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه اتفاق مع الأتراك ومتواطئ معهم ولا يدين الهجمات التركية. هكذا أرادت التقليل من قيمة اللقاء والاجتماع من أجل الوحدة الوطنية وتوحيد الصف الكردي وهدم آمال الكرد في الوحدة الوطنية. بينما وصفت وكالة فرا للأنباء أنفا التابعة لبكك بل والتي تعتبر لسان حال الحزب المركزي، وصفت اللقاء ب4 أسطر فقط في قسمها باللغة التركية. نفس الوكالة عنونت للزيارة بمظلوم عبدي يعقد لقاءات مع عدة أطراف كردية في أربيل في قسمها باللغة الإنجليزية. فهي حاولت قدر الإمكان إخفاء أن لب زيارة عبدي لأربيل كانت خصيصا للقاء الرئيس بارزاني. بعد اللقاء بساعات تداولت آلاف المواقع والأشخاص مقاطع فيديو وصور اللقاء على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوا الاجتماع بمشاهد أمل الكرد. لكن وسائل الإعلام بكك لم تنشر هذه المشاهد ومقاطع الفيديو أيضا. بينما نشرت صحيفة بكك ينيا شام والتي تصدر في تركيا خبرا وحيدا عن اللقاء جاء فيه قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والذي طالما دعا لتوحيد الصف الكردي زار أربيل وعقد اجتماعات مع الأحزاب والأطراف الكردية. بينما حفلت مواقع التواصل الاجتماعي الكردية عموما بل حتى أنصار بكك وأبدوا سعادتهم البالغة بهذا اللقاء التاريخي الذي جمع بين الرئيس بارزاني ومظلوم عبدي. لكن إعلام بكك والذي هو لب التنظيم لم يفكر مثل أنصار التنظيم. هذا الإعلام الذي يتوجه إلى أفريقيا ويقصد قبيلة أفريقية ويجعلهم يرفعون صور وجلان لمجرد صناعة خبر لم يولي أي اهتمام بلقاء أربيل التاريخي، وكتب فيه 4 أسطر فقط، ما يعتبر أمرا بالغ الأهمية لفهم موقف بكك. فإعلام بكك هو بكك نفسه، ويمكننا أن نستنتج أن من يديرون بكك عدوا لقاء الرئيس بارزاني ومظلوم عبدي عاديا لا يحمل أي قدر من الأهمية، وأنهم سيواصلون موقفهم المعادي للديمقراطي الكردستاني وبارزاني. بينما نعقد نحن آمالا عظيمة على لقاء الرئيس بارزاني ومظلوم عبدي ونراه تقدما مباركا لتحقيق الوحدة الوطنية الكردية. لكن بكك على النقيض لا يمتلك نفس المواقف والمشاعر تجاهنا، وهذا ليس محل استغراب لمن يعرف بكك عن كثب وجيدا، لأن موقفه من الوحدة الوطنية الكردية كان واضحا طوال تاريخ الحزب. خلاصة القول: بإمكاننا الجزم أن الموقف الذي يتبناه إعلام بكك
والمتمثل في سياسة الحزب منذ عام 12 في روجافا كردستان، والمتجسد في عدم الرغبة في تحقيق وحدة الصف الكردي، سيستمر قطعا، بل سيواصل بكك عداوته ومحاربته للبارزاني، ولن يسمح ببناء جسور التفاهم والحوار بين الكرد. وعليه يجب على من يريدون تحقيق الوحدة الوطنية من الكرد أن يروا هذا الموقف المعادي لباكاكا، وأن يبدوا موقفا حازما تجاهه. فإذا استمر موقف باكاكا هذه ولم يتوقف، فلن تكون الوحدة الوطنية للكرد سوى شعارات رنانة فارغة لن تلامس أرض الواقع.